حاجه كده بسم الله ما شاء الله، الله اكبر على الجمال والحلاوه. قطع ما شاء الله عليه. كل يا جماعه بسم الله ما شاء الله. بصوا كميه القشطه اللي تقريبا يعني 12 ساعه، 12 ساعه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حبايبي ومتابعيني الغاليين. مخبوزات شيماء بتاع زمان، بتاع زمان يعني كل ما هو قديم بقى في كل حاجه ان شاء الله باذن الله. تابعوني عشان تشوفوه. النهارده هنعمل اللبن الرايب او الرايب، هنعمله بدون اضافات، هنعمله في يوم واحد باذن الله. هنعمل كميه حلوه يعني لاني عايزه جبنه قريش، مش عاوزه اطول عليكم كتير، بس عايزاكم تدخلوا كده على الفيديو وتشوفوا الاول. يعني عايزاكم تمشوا على بس الخطوات اللي انا هقول عليها عشان ايه يعني يطلع معاكم زي الفل كده. يلا بينا. بصوا كده بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله. 5 كيلو حليب انا مطلعهم من الفريزر اهو. هنعملهم مع بعض رايب وهنعمل جبنه وهنعمل قشطه. تمام. إيه عايزه ما باكلش الجبنه اللي هي العلب دي او الجبنه اللي هي في المحلات. فانا عايزه اعمل بقى، انا عندي الحليب في الفريزر فخرجته عشان عايزه اعمل حته جبنه قريش. فانا بس هسيب الحليب يفك خالص وبعدين نعمله بدون اضافات وباسهل طريقه ممكن تتخيلوها ان شاء الله. بصوا يا جماعه، اهم حاجه في الموضوع كله الحليب بتاعنا يبقى بصوا عامل ازاي. انا سبتهم يفكوا خالص لحد ما بقوا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بصوا التقل بتاعه، شايفين التقل بتاعه عامل زي القشطه. بصوا القشطه اصلا على الجناب ازاي. وده يا جماعه طبعا سر نجاح الرايب. يعني سر نجاح الرايب هو انكم تشتروا الحليب اصلا من مكان مضمون ويكون تقيل وبخيره زي ما انتوا شايفين كده. يعني ما ينفعش تجيبوه من اللبان او اي محل عادي كده او سوبر ماركت وهيطلع مش يعني مش هيديكوا النتيجه اللي انتوا عاوزينها يعني. ده من الفلاحين، لبن مضمون جدا جدا اهو. بسم الله ما شاء الله عليه. فكيته وجبت حله المونيا معايا اهي. تمام. كل اللي انا هعمله في الحله دي، الصيف لسه ما دخلش، لو الصيف دخل مش هنعمل الخطوه اللي انا هعملها دي، بس هو لسه برضو الجو يعني ما بقاش حر قوي. هاخد الحله دي زي ما هي كده اسخنها على النار. بصوا يا جماعه بعد ما سخنتها فرشت فوطه كده بس او اي فرشه عندكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بقى اهو. خلوا بس الحليب بصوا من عالي كده نعمل رغاوي. يا بصوا انا بصب ازاي. كل ما بتعملوا رغاوي كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كل ما بيعمل قشطه حلوه. شايفين اهو بسم الله ما شاء الله. شايفين الرغاوي اهو. الشويه اللي باقيين دول هحطهم في الطاجن ده وهسخنه برده قبل ما اضيفهم هنا. هتعملي ايه في ده يا شيماء؟ ولا اي حاجه. هغطيه بالغطا بتاعه اهو ماشي. وهغطيه كمان بحاجه تقيله وهنسيبه كده 10 ساعات. وبعد ال10 ساعات هنبص لان انا بعمل الرايب ده في يوم واحد بس. بصوا يا جماعه بسم الله الرحمن الرحيم كده. بسم الله ما شاء الله. اول حاجه عدى 10 ساعات بالظبط على الحليب بتاعي. انتوا شفتوا طبعا الخطوات اللي انا مشيت عليها. بعد ما عدى ال10 ساعات فتحت كده وكشفت عليهم وشلت الايه الغطا اللي كان عليهم. لقيت بسم الله ما شاء الله كمية قشطة زي الفل. بس هو لسه ما ربطش يعني لسه بقى ايه ما جمدش ما بقاش رايب. تمام. قمت قايده الفرن مسخناه جامد جدا وطفياه ورحت مدخله الايه الحليب جواه كده زي ما انتوا شايفين. وبعد شويه هسيبه كده ياخد دفى الفرن، الدفى بتاع الفرن، وبعد كده هخرجه هنشوفه مع بعض. المهم يعني ان انتوا لو بتعملوه الساعه 8 الصبح، الساعه 8 او 6 الصبح او 7 الصبح ممكن يخلص في يوم واحد. بس ده لو بدري جدا. فاهمين؟ يعني على 10 بالليل مثلا ممكن يبقى زي الفل لاني انا على طول بعمله في يوم واحد. بصوا بسم الله ما شاء الله. شايفين؟ بصوا كده اهو. كده بقالنا قد ايه يا شيماء؟ بالظبط عاملينه مثلا من بالظبط تقريبا يعني 12 ساعة. 12 ساعة وبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. 12 ساعة او 15 ساعة. بصوا شايفين المنظر. بس انا دلوقتي مش هشيل القشطه بتاعته، انا هشيله في التلاجة كمان 4 5 ساعات. وبعد كده عشان نقدر ايه القشطه كلها تجمع بقى. التلاجة بتخلي القشطه كلها ايه تجمع على الوش كده وتبقى متماسكه وحلوه. وعشان نقدر نشيلها رول كمان من على الوش فهنشيلها في التلاجة بتاع 5 6 ساعات ونرجع نكمل مع بعض.
بصوا يا جماعه، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا، شايفين المنظر؟ بصوا، بصوا القشطه. بصوا الطاجن كمان الصغير. بصوا يا جماعه، حاجه كده بسم الله ما شاء الله، الله اكبر على الجمال والحلاوه. شايفين؟ بصوا بصوا، هنطلع القشطه بس كده اهو بالشكل ده. يا جماعه بسم الله ما شاء الله، بصوا كميه القشطه اللي خارجه من الحليب. وعلى فكره شايفين كل ده، بس انا هسيبها للجبنه القريش يعني. بصوا اصلا عامله ازاي، شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. شايفين الرايب طالع قطع ازاي والتحفه. بصوا بصوا عامل ازاي اهو، والطاجن كمان اهو. بصوا اهو، قطع ما شاء الله عليه. كل ده في يوم واحد وبدون اي اضافات اهو. تحفه تحفه تحفه. هنعمل ايه في ده؟ هنعمله جبنه قريش. هنجيب بس كده اي حاجه نصفي فيها الجبنه دي ونعمله جبنه قريش. جبت مصفى وتحتها حاجه اهو، تمام. وده اي حاجه خفيفه عندكم كده، وهننزل فيها الايه؟ هننزل فيها القريش بتاعنا اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ماشي. وهنسيبها بقى، هنسيبها كده مع نفسها شويه حلوين يعني، لحد ما تتصفى خالص بالمصفى. وبعدين ايه، هي بعد ما تتصفى اصلا هتبقى جبنه قريش في حصيره زي الفل. مفيش خلاص، مش مهم.